اليوم باش نصبروا التن اللي هو التن الابيض مش الازرق، واللي نعملوه في الدبابس ومعروفه التوانسه نعملوه برشا ويبقى لنا عام كامل. وهذايا نحيه من دبوسته او كيفاش تلقاه يشرح. كبير التن الدياري بنين برشا، ايكونوميك على الاخر، وزيد من يديتك. يعني اول حاجه نعملوها نقصوا التن، نقصوه حسب الدبوسه اللي باش تحط فيها. التن غسلته مره برك بالماء بارد، ما نغسلوش بالماء سخون، ونخليه ساعه ساعه ونص في الكلاصون ينحي الدم هذاك باش نستقطروا باش نوزنوا. وزناه 3 كيلو. تو باش نغليوه في الماء. على الكيلو حوت الطن نحطوا إترا ماء و70 جرام ملح. يعني باش تحط 3 كيلو تحط 3 إترات ماء وتحط 210 جرام ملح. الطن متاعنا طاب قعد أكثر من ساعة ونص وهو يطيب. ومن بعد تو باش نستقطروه في الكسكاس ونرزنوه بحاجة ويبقى 24 ساعة حتى يوفى من الماء متاعو. نحطو صحن كيما هكايا نقلبوه ونحطو حاجة رزينة. الطن شاح، حضرت له زيت زيتونة وحضرت له زيت نباتي، هذايا اللي باش نحطو فيه. تحب تحط زيت زيتونة بركة تنجم، تحب تحط زيت نباتي بركة تنجم. والدبابس عقمناهم. انا الطن ما نحط له حتى شيء، بخلاف نزيدو شطير مغرفة صغيرة هذيا على الاخر ملح ونحط عليه الزيت.